بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم بقى في الاكل الجميل ده؟ اكل بقى مصري. بصوا بقى الفراخ المشوية، الله بقى على الفراخ، بصوا بقى جمالها، والفريك بقى ما طلعش، بصوا الحشوة بجد تحفة. والرز طبعا، وطاجن الملوخية الجميل الخضرة، بصوا بقى خضرة ازاي وجميلة. بصوا بقى الجمال. يلا بينا ندخل الفيديو بقى ونشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي مع بعض. يلا بينا يا حبايبي. انا هنا بصلايه مقطعينها، هننزل بيها كده في الصينيه دي. اول حاجه هننزل معاها بقى بفلفل اسود، رشه فلفل اسود حلوه كده، وملح. وهنبتدي بقى ندعك البصله دي كده في البصل والملح. دعكنا البصله بالملح والفلفل، وانا رشيت رشه جوز الطيب، ودي براحتكم بقى، اختياري حسب ذوقكم. وانا معايا كده فلفل اخضر وفلفل احمر سبايسي، هنزل بيه كله على بعضه كده يا حبايبي. ومعايا هنا طماطم شرايح، هنزل بيها برضو. هنزل بصلايه شرايح برضو، هتدينا برضو تيست حلو قوي. وهنقلب بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. بصوا مفيش بقى ابسط من كده. بس كده هننزل بقى بالبطاطس. بتاعتنا. بس كده بصوا صينيه البطاطس في 5 دقايق تخلص معاكم. هنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض حبايبي. هننزل بمعلقه ثوم مفرومه، ومعانا هنا طماطميتين مبشورين، هننزل بيهم كده يا حبايبي. والطماطم المبشوره بتدينا تسكيره كده لصينيه البطاطس، تطلع معانا تحفه جدا. ومعانا هنا معلقتين صلصه، والصلصه برضو بتدينا تست حلو، والبطاطس ما تبقاش طريه، وتبقى البطاطسايه ماسكه نفسها كده. هناخد بقى الكلام الجميل ده كله كده على النار. هننزل بس بالتوابل الاول. ننزل بقى بمعلقتين سمنه بلدي كده حلوين، مش هنكتر بقى، ما عايزينها تكون خفيفه شويه، فمش هنكتر في السمنه، هما معلقتين سمنه بلدي بس كده. هننزل بقى بمكعب الماجي. بصوا اسهل صينيه بطاطس ممكن تعملوها يا حبايبي. بصوا الطريقه دي هتخلي صينيه البطاطس بتاعتكم جميله جدا. يعني انا مش من الناس اللي ما بتحبش الحاجه ني في ني، بس بجد صينيه البطاطس بتفرق كتير، بتطلع طعمها تحفه. هننزل بقى بالسبع بهارات كده، وفلفل اسود، احنا طبعا رشينا في الاول شويه فمش هنكتر، والملح بس. وهناخد بقى الكلام الجميل ده كله كده على النار، هيغلي غلوه واحده بس. صينيه البطاطس بصوا ابتدت تغلي معانا، احنا مش عايزين اكتر من كده، يا دوبك بس تغلي غلوه واحده وندخلها على الفرن. بس في تكه مهمه نسيناها، اهم حاجه ربع معلقه كزبره كده، دي بقى بتدينا بقى تيست حلو جدا. والبطاطس بتبقى ريحتها جايبه اخر الدنيا ما شاء الله، بصوا ريحتها جميله والله. هندخلها بقى على الفرن وبعد كده نشوفها مع بعض. هننزل كده في الكبة بقى في طماطمايه وبصلايه، وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، تتبيلة بسيطة جدا للفراخ. 7 بهارات، فلفل اسود، بهارات فراخ، وهنزود بهارات الفراخ عشان تدينا الطعم الحلو للشوي. وهنزود الفلفل الاسود شوية كمان. وهننزل بقى بالملح، شوية ملح كويسين عشان تتبيلة الفراخ تبقى شاربة من التتبيلة حلو. واهم حاجة بقى شوية الخل الحلوين دولت اللي هيخلوا الفراخ تبقى مستوية ودايبة دوب. وكده التتبيلة بقت جاهزة معانا، مفيش ابسط من كده بقى لتتبيلة الفراخ والمشويات. معانا الفرخة بتاعتنا غسلناها وحطيناها في محلول النقع. هنبتدي بقى نفتحها كده من تحت الجلد يا حبايبي، عشان التتبيلة تدخل في كل حتة، والفرخة بتاعتنا تبقى مستوية وشاربة من التتبيلة تماما. هننزل بقى بالتتبيلة الجامدة بتاعتنا من الكبة كده، ونحاول بقى نوزع التتبيلة في كل حتة في الفرخة. اهم حاجة بقى نعمل لها المساج الجميل ده. وهنيجي كده من تحت الجلد برضو هنحاول ندخل بقى في الفتحات اللي احنا عاملينها دي التتبيلة.
عشان الفرخة بقى تاخد الطعم الجميل والتتبيلة. بصوا بقى ريحتها جميلة جدا. بهارات الفراخ دي بتدينا ايه ريحة حلوة جدا للتتبيلات. هنحاول بس نوزع التتبيلة كويس. اهم حاجة بقى ايه نسيب الفرخة كده ليلة كاملة بقى ايه عشان تشرب التتبيلة ايه وتبقى ايه دايبة كده وجميلة. ممكن تعملوها في نفس الوقت بس تسيبوها على الاقل 4 ساعات. هنشوح بقى البصلايه كده عشان نعمل الفريك بتاعنا. وطبعا انتوا عارفين الفريك مفيش اسهل منه. بس كده يا دوبك البصلايه تصفر ننزل بقى بالفريك نكون نقعينه كويس لمده على الاقل ساعه عشان ما يغلبناش في التسويه. هنديله بقى تشويحه حلوه كده عشان يطلع معانا مفلفل وجميل. بقى هنجيب رشه فلفل اسود. طبعا احنا مش عايزين نزود التوابل فيه قوي لان الفرخه بتاعتنا متبله. فهننزل ايه بالسبع بهارات ربع معلقه كده ونقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه لغايه ما الفريك بتاعنا يفرفش كده يبتدي يفرفش. بصوا بقى ما شاء الله يعني عامله معامله الرز بالظبط. وكده هننزل عليه بقى بالميه السخنه. اهم حاجه الميه تكون سخنه عشان ايه الفريك بتاعنا يستوي يبقى مفلفل. هننزل شويه شويه كده ونغطي عليه ونسيبه بقى ايه يتشرب ونرجع له تاني. حبايبي بعد ما سيبنا الفريك اتشرب بصوا ما شاء الله اتشرب كل الميه اللي زودناها له. بصوا مفلفل ازاي وجميل. اهم حاجه بقى الفريك يطلع معانا ناجح كده ومفلفل ما يكونش ايه معجن جوه بعضه كده حبايبي. بس كده تمام. وكده يا حبايبي الفريك بصوا اتشرب الميه السوائل اللي احنا زودناها لغايه ما استوى تماما. بصوا بقى مفلفل ازاي ما شاء الله. اهم حاجه بقى الفريك يطلع معاكم كده بصوا مفلفل كده وكل حبايه ايه ما شاء الله مش ماسكه ببعضيها كده. خلاص تمام. كده بقى حشينا الفرخه بتاعتنا بصوا قبل الاخر بشويه وهنقفلها بقى ايه بالخله الاسنان. بس كده تمام. نحطها بقى في الفرن تتشوي كده. خلاص قفلناها وحشيناها. هتاخد معانا بقى من ساعه ونص لساعتين حسب حجم الفرخه يا حبايبي. بقى الرز نحمر كده الشعريه. بقى الشعريه لغايه ما تاخد معانا اللون الجولد الجميل. هنقلب الشعريه لغايه ما تاخد بقى معانا اللون الجولد الحلو ده. وانا بحب ازود عليها التحمير بتخلي الرز مفلفل وجميل. كده خلاص خدنا اللون الحلو. ننزل بقى بالرز بتاعنا. هنبتدي بقى نشوحه كده مع ايه مع الشعريه عشان يقرمش بقى وايه يخرفش كده يبقى الرز بتاعنا ناجح ما شاء الله. هنقلب الرز بقى لغايه ما يخرفش معانا. هننزل عليه بقى بالملح. رشه الملح بس كده تمام. بس كده خلاص الرز خرفش معانا. ننزل بقى بالميه السخنه عليه. هننزل بقى بالميه السخنه عليه كده. ولو حاسين ان هو محتاج تاني نديله شويه كده. محتاجه شويه كمان بس كده. هنغطي عليه بقى ونسيبه يتشرب. خلاص بصوا بقى الرز اتشرب ما شاء الله. بصوا مفلفل ازاي. بصوا بقى لون الشعريه عشان زودنا التسويه عليها بتطلع. بصوا ايه الرز مفلفل ازاي ولونها جميل مع الرز. بس كده تمام خلاص. الشوربه تغلي كده. ننزل بقى بالتكه دي نص معلقه سكر سنه توم نيه. ننزل بقى بالملوخيه كده اول ما الشوربه تغلي. ما نسيبهاش تغلي قوي قوي. كزبره نشفها بقى بالمضرب.
خلوا حاولوا بس الملوخيه ما تغليش معاكم قوي عشان ما تربطش معاكم، هي غلوه واحده بس مش اكتر. هنقلبها كده بس لغايه ما نفكها. انتوا بقى حابين تعملوها تقيله خفيفه براحتكم، انا بحب اعملها تقيله شويه كده خالص. خلاص كده بصوا الملوخيه فكت معانا اهي، مش عايزين بس نقلب فيها اكتر من كده، بس كده تمام. معانا بقى معلقتين سمنه بلدي كده، نعمل بقى الطشه بتاعتنا. ننزل بقى بالثوم المفروم كده، ونعمل بقى الطشه الجميله. اهم حاجه بقى في الملوخيه الطشه الحلوه دي. هنقلب بقى الطشه كده والثومه لغايه ما تصفر معانا، وبعدين ننزل عليها بالكزبره بقى. لما تصفر هننزل بقى بمعلقه كزبره كده كبيره بقى، بتخلي الملوخيه ايه تحفه. هنقلب بقى الطشه بتاعتنا بقى، الله بقى على ريحه الملوخيه، طشه الملوخيه اهم حاجه لونها تبقى جولد كده. الطشه خدت لون، بصوا بقى الله، بس كده تمام بقت جاهزه معانا. هننزل بقى على الملوخيه بقى ايه بالطشه الجميله، الله بقى. كده حبايبي بقى وصلنا لنهايه الفيديو، يا ريت بقى ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله يا حبايبي، واستنوني في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.